يرتجي جبرايتهم زودوا إننا فقراء. الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نكني الله المسجد المدرسة نمين العين يات المدرسة يرجع قيس الفضل الشهر اللي دا سلاني سيدي الحاج عمر اليوسفي المزودي. المدرسة دا سيدي تفكات ثمار النص، وخاصة في عهده المدرسة تزدهر سواء من ناحية التعليم ولا من ناحية البنايات ولا من ناحية التجديد ولا من ناحية الطلبة، العدد الطلبة اللي تستقبل المدرسة كل عام الأفواج اللي تخرجني الحمد لله. ومما يزيد هذه المدرسة جمالا إلى جمال وشهرة إلى شهرة أن حتى انتهت المدرسة تقبل النظام اللي كان حديث ما يسمى بالقانون المنظم للتعليم العتيق. فبسبب ذلك الحمد لله طلب اسم بين التعليم العتيق القديم وبين التعليم العتيق الجديد، إضافة إلى بعض المواد اللي ورثوا السنين غير المدارس العتيقة، منها الفرنسية، منها الإنجليزية، منها العلوم، منها الرياضيات، منها الجغرافيا، منها التاريخ، من أشياء كثيرة باش الطالب الدفاع المدرسة إن شاء الله يبقى متفتح منفتح على العصر، تزود سيان العدد المعلومات، يمز الشهادات نس التي تؤهلها لتولي بعض الوظائف اللي سد يسمح بها مثلا لهذه الشهادات. وكان كل غير كاد يرجع فيه الفضيلة سيدي الحاج عمر لاسم بين الحسنيين بين القديم والجديد في تعليمه، إضافة إلى ما اتصف به سيدي الحاج عمر من أخلاق نبيلة وسخاء ومحبة وتسامح وصبر جميل. وهذا كله يدل على أنه تربى من بيئة، من أسرة كريمة، من أسرة دينية تربوية إيمانية، من شيوخ أفاضل الذين ربوه وكونوه أحسن تكوين. ونرتين العرب هذه الثمرة من هذه الشجرة، ثمرة يا تكات الشجرة تلقى الثمرة تدي فلكين، هذه الشجرة تلقى تدي إمي من تدي فلكين. وكذلك نتمنى إلى أجيال الصاعدة اللي دوشكانين إن شاء الله سبحانه وتعالى اختاروان سولا طلبانس آد ستنفن آدم الزونانتني المشعل هذا سيل المشعل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أستاذ رشيد اليزيدي، يعني أستاذ بمدرسة الإمام مالك للتعليم العتيق الخاصة بإيميل العين ودلبور. حضرنا هذا اللقاء المبارك الذي يعني قام به طلبة سيدي الحاج العمر اليوسفي، يعني احتفاء ب يعني تكريم شيخهم الجليل. إذن فقد لقي هذا الاحتفال يعني حضورا بهيجا من طرف يعني مجموعة من طلبة الشيخ ومحبيه وأصدقائه، فنوجه له من هذا المنبر الشكر الجزيل يعني لسيدي الحاج عمر اليوسفي وما قام به يعني من كرم الضيافة لكل من أتى يعني لهذا المقر ولهذا المكان العظيم، فله الشكر والجزيل وخالص الامتنان. إذن فمما لا يخفى على أي أحد أن الحاج عمر اليوسفي هو مقرئ وفقيه نبيه، يعني معروف لما كان بمدرسة عيد حسين، ثم التحاقه بمسجد إيزوران، ثم التحاقه بكذلك المسجد يعني بمراكش، معروف بكرمه، معروف بجوده، معروف بأخلاقه، معروف بتواضعه. فنسأل الله عز وجل أن يتقبل منه كل أعماله، كل حركاته، كل سكناته، فهو نموذج وقدوة
قدوة ونبراس يعني لكل من يعني يعلم القرآن الكريم ويحفظ القرآن الكريم، لأن الأمة في أمس الحاجة إلى أمثال هؤلاء النماذج، لا يقدم الحفظ فقط ولكن يقدم التربية، يقدم الخلق، التربية الصوفية التي تمتع بها منذ نعومة أظافره من أبيه ثم شيوخه، فجزاه الله عنا كل الجزاء وجزاه الله عنا خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحمد بتجار، أمين الجمعية إمام مالك في مدرسة العتيقة إمام مالك في إيميل العين إيمين تانوت. درنا واحد التكريم ديال الحاج عمار اليوسفي. نحن طلبة الحاج عمار اليوسفي وأصدقائه درنا واحد التكريم ديال الحاج عمار. الحمد لله تنشكر جميع الزائرين وفرحنا جدا. التفكير ديال يعني التكريم، نحن تلاميذ ديال الحاج عمار ومن زمان نحن نفكر في هذا التكريم، ونحن عدد التلاميذ ديالو، وفكرنا الحمد لله يعني نجحنا في هذا الشيء. وتنشكر جميع الزائرين والأصدقاء والمحسنين، وأنا كذلك أمين الجمعية تنشكر جميع المحسنين، ومن ضمن المحسنين الحاج عمر العماري والحج الحسن وعدة المحسنين. يرحم ربي تروتني هضور ربي تعاون الله تبارك وتعالى عزيز قربي صاحتنا عزيز صغر تروان كي ان شاء الله لما تبني كان في القدم تسقر بي لا من شاء الله تبارك وتعالى حاجه تعاون الله تبارك وتعالى تروتني هضور ربي يصلح ربي اتبلاتني ان شاء الله تبارك وتعالى داغي عون ربي جميعا يستر بالمرتنا جميعا يقدر بي سنيتنا يا ربي لك على القديم سيدات تعاون الله تبارك وتعالى تحفظ ربي يفتوي غرس نغيد ولا زال تحفظ الله تبارك وتعالى لك يقرب بالقبول. نعم هذاك يسقر بالقبول، هذاك يسقر بالهبه القرآن العظيم يا ربي انك على كل شيء قدير. خير دين سرس على بيتك في النتيجه كل ما تمنى تيجي في كذاك تسقر تنفي لك يدافع الله تبارك وتعالى. بسم الله. اللهم صح به العباد والبلاد، اللهم وفق لما تحب وترضى، اللهم بارك في عمري، اللهم بارك في عمري، اللهم ارزقه الصحه والعافيه يا ربي. امير المؤمنين اللهم ارزقه الصحه والعافيه يا ربي، بارك في عمري يا ربي، متعه بالصحه والعافيه.